السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى جاية لكم بروتين جديد كله طاقة كده ونشاط وحيوية. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الروتين بتاعنا. ويلا ندخل على الركنة ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة عملتها هنا لمعت الازاز ولمعت الخشب. البنات كانوا لسه رايحين المدرسة، هما مشوا من هنا وانا دخلت كده على الترويق على طول. لمعت الازاز كده يا بنات، وبعد كده بقى نمسك الشيلة ننفضها. برضو طالما في مكان يعني ما فيش حد بيدخل على طول بيكون فيه تراب، لازم يكون فيه تراب. مسكت السجادة كده شفطتها بالمكنسة. انا بشفطها كل يوم بصراحة، بس كل 3-4 ايام بنفض كده الشيلة عشان لو فيه تراب ولا حاجة. وشفطت هنا السجادة وكده بقى يا بنات الأوضة خلصت معايا وما خدتش من وقت 5 دقايق. بعد كده بقى ندخل على اوضه المعيشه. انا روقت الشقه كلها بس مرضتش اصور بقى باقي الشقه معاكم، قلت عشان الفيديو ما يكونش اطول من كده لان في حاجات تانية هنعملها مع بعض. شفطت كده القعده، وهنا بقى عندي ركن كده بين القعده وبعضها بزق الكنبه وبشفط كده جنبها. الأوضة دي يا بنات احنا بنقعد فيها على طول، يعني بنقعد فيها وبناكل وبنشرب فيها وكل حاجة. بعد كده بقى رشيت كده رشة كده من ملمع الإزاز على الترابيزة ولمعتها. وبعد كده بقى يا بنات نشفط تحتها، زي ما انتوا عارفين ان البلاط الأسود بيلم تراب، فلازم كده ان هو يتشفط كل يوم. وشفطت يا بنات ورا باب الأوضة، وهنا أوضة المعيشة كانت خلصت معايا وبقت زي الفل. بعد كده بقى خدت بعضي، طبعا كملت الشقة كلها. وبعد ما خلصت الشقة خدت بقى بعضي وطلعت للفراخ. الوقت ده عايزة اقول لكم كنا الساعة 8 الصبح. في المدارس يا بنات انا اول حاجة بعملها بدخل على ترويق الشقة، وبعد ما بخلص ترويق وبنضف الشقة وبخليها زي الفل بطلع تاني حاجة للفراخ. طلعت ما كانش عندهم مية كده زي ما انتوا شايفين، مسكت الزقاية شطفتها. وهنا بقى دي الكوباية الجبارة اللي احنا هننزلها لهم في المية النهاردة مع بعض. هنا بقى يا بنات انا غالية كوباية مية غليتها، وهنا حطيت في الكوباية معلقة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من معلقة الاكل. واول المية ما غلت معايا ننزل بيها كده على الفلفل كأنك بتعملي شاي كشري بالظبط. وبعد كده نغطي الكوباية ونسيبها بقى لحد ما تبرد خالص. الفلفل الاسود يا بنات حلو جدا جدا للفراخ البيضة. الحاجات دي احنا بنديها لهم عشان ترفع المناعة، ولا نحط لهم علاج ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم الكوباية دي كوباية جبارة، على طول انا بجربها في الشتاء. يعني دي مش اول مرة يا بنات ان انا احطها، انا على طول بحطها كده للفراخ في الشتاء، يعني بعملها كل 5 ايام. وبعد كده بقى معانا الخلطة بتاعة الاكل. هنا بقى ضربة بصلاية كبيرة في الكبة وعليها ليمونة و3 فصوص من الثوم. ضربتهم في الكبة مع بعض كويس جدا لحد ما نعموا معايا بالشكل ده. وبعد كده ننزل بيهم على العلف، نغلف كده يا بنات العلف بالخلطة بالشكل ده. بصوا هنا العلف مش مبلول معايا خالص، مفرفر زي ما انتوا شايفين. نقصت شوية هنا في السقاية للفراخ البلدي. وبعد كده بقى ناخد العلف وننزل بيه للفراخ البيضة. وهنا يا بنات الفراخ بدأت ان هي تاكل معايا، بتشرب اهيت ما شاء الله. الفراخ دي عمرها 24 يوم، عايزة اقول لكم ما شاء الله، حاجة كده ما شاء الله تفتح النفس وتفرح. بسم الله ما شاء الله. الفراخ حمرا كده زي البلحة وزي العسل. عايزة اقول لكم ما شاء الله احنا ما حطيناهاش اي ادوية، ماشيين كده بالاعشاب زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى دخلت للبط والفراخ البلدي. الفراخ دي يا بنات انا جايباها ليها عندي 4 ايام، كنت جايبة الفرخة ب45 جنيه.
ما عنديش غير 3 فراخ بلدي وما بيبيضوش خالص. قلت لا نجيب كده شوية فراخ بلدي للبيض، ما نستغناش عنها في البيت، على الاقل نحط لها بقى بقية الاكل بتاعنا. الفراخ البلدي يا بنات بتاكل اي حاجة. هنا بقى ملت لهم كده السقاية الرتل وربع دي مية، ونزلت عليها بنص معلقة ده فانش. الفانش ده كالسيوم، املاح معدنية، حلو لكل حاجة. طبعا اول ما جبتهم كنت حاطه لهم مضاد سموم، لان انا كنت حاطه لهم علف الايمان، ممكن بتاع الفراخ كان حاطط لهم نوع علف تاني، فانا قلت لا الاضمن ان انا نحط لهم مضاد سموم. وهنا بقى البط حطيت له ميه وحطيت له الاكل، وبعد كده ننزل على الغدا بتاعنا بتاع النهارده. عندي سمك ماكريل كان عندي في الفريزر، طلعته وفتحته كده من فوق، من عند الراس من فوق لحد الديل من تحت. افتحيه من فوق، ما تفتحوش من عند البطن. ومسكته كده، طلعت قلبه، مسكته غسلته غسله كويسه وعصرت عليه ليمون. وهنا بقى الحشو بتاعنا جزر وبصل وليمون، وطبعا التوم ده شيء اساسي، وفلفل اخضر يا بنات وكرفس وبقدونس. هنا جبت المبشره وبشرت جزرتين كده بالشكل ده، ومعايا بصلايه كبيره مسكتها قطعتها حلقات. جربوا يا بنات حشو السمك بالطريقه دي، عايزه اقول لكم تحفه. سيبك من اي طريقه تانية انت عملتيها. قطعتها كده حلقات رفيعه بالشكل ده، وقطعت الطماطم مكعبات صغيره، قطعيها كده رفيع بالشكل ده. وبعد كده بقى يا بنات نقطع عليهم قرن فلفل حامي. لو انت بقى مالكيش في الفلفل الحامي حط قرن فلفل بارد. وبعد كده نقطع عليهم الكرفس. انا هنا غسله كزبره وغسله بقدونس وغسله شبت، ده انا غسلاه يا بنات عشان السلطه. قطعت كده الكرفس رفيع بالشكل ده. الكرفس يا بنات بيودي السمك حتة تانية خالص، ليه ريحة كده مميزة وجميلة قوي. جربي تحطيه على السمك وانتي مش هتندمي خالص. وهنا بقى خرطت عليهم نص حزمة من البقدونس. وبعد كده بقى يا بنات ننزل عليهم بمعلقة من معلقة الشاي كبيرة كده هرمية من الكمون. انتوا عارفين ان السمك روحه الكمون. وهنا بقى نزلت عليهم بمعلقتين كبار من الدقة. الدقة دي يا بنات عبارة عن توم مفروم وفلفل اخضر وفلفل احمر. وبعد كده ننزل عليهم بالملح. ويا سلام بقى لو عندك بهارات سمك حط كده معلقة من معلقة الشاي، بتودي السمك في حتة تانية خالص. انا بصراحة ما كانش عندي ما حطيتش. وعصرت عليهم ليمونتين كده كبار حلوين. وبعد كده بقى نقلبهم مع بعض كويس، ونبدأ نحشي السمك. احشيه كده اكبسيه كبسة كويسة. عايزة اقول لكم الحشو ده بيستوي وممكن تاكليه كمان يعني. عايزة اقول لكم ان احنا مش بنرميه، لا احنا بناكله، لان طعمه حلو قوي قوي. ونحشي السمك كله بنفس الطريقة، اي كمية عندك بقى عايزة تعمليها. الحشو اللي اتبقى معايا ده هننزل عليه بمعلقتين من الملح، ونركنه كده على جنب، وبعد كده هقول لكم هنعمل بيه ايه. وكده السمك كان خلاص معايا. نسيبه بقى يشرب كده من التتبيلة بتاعته على ما اظبط الجمبري ونعمل الرز ونعمل طبق السلطة. الجمبري ده يا بنات انا كنت جايباه ومصوراه معاكم من السوق، كنت حاطاه كده في العلبة وبدخله الفريزر. عايزة اقول لكم انا مطلعاه وعملته، والله طعمه زي العسل كأنك لسه جايباه من السوق. كنت جايباه تقريبا ب60 جنيه. هنا خرطت بصلاية صغيرة وطماطمية صغيرة، ونخرط عليهم قرن فلفل حامي.
وننزل عليهم بنص معلقة كبيرة حلوة كده من الكمون. زي ما انتوا عارفين الجمبري روح الكمون. ونزلت عليهم بالملح على حسب بقى الكمية اللي عندك، ونص معلقة من الفلفل الاسود. يا سلام بقى، مش قادرة اقول لكم على الريحة طالعة كده تحفة. هنا ولعت عليه عين البوتاجاز، وجبت الحلة بتاعت الرز، نزلت كده بمعلقة كبيرة من السمنة ومعلقة من الزيت، والرز غسلاه ومجهزاه جنبي. اول السمنة كده ما سخنت معايا نزلت بالرز. والجمبري بقى يا بنات نديله كده تشويحة كده مع التحبيشة اللي احنا عاملينها مع بعض، وتبدأ ريحته تطلع. ننزل بالمية، بصوا بدأ ان لونه هو يتغير، وعايزة اقول لكم ريحته طالعة قلب الدنيا. هنا بقى نزلت بالمية المغلية على الرز، ونزلت بمية مغلية على الجمبري. اهم حاجة ظبطي الملح بتاعك. انا هنا الجمبري الملح بتاعه مظبوط وتمام خالص، وغطيت عليه كده ونسيبه لحد ما يستوي. وهنا الرز يا بنات حطيت له الملح وقلبته كويس جدا، وكان محتاج معايا معلقة ملح حطيتها. اهم حاجة قلبي الملح مع الرز كويس. وبعد كده نغطي على الرز ونسيبه. اول ما يغلي معايا نوطي عليه كده عين البوتاجاز تكون كده شمعة، ونسيبه لحد ما يستوي براحته. زي ما انتوا عارفين ان كوباية الرز المصري بتاخد كوباية مية. بعد كده بقى نشوي السمك مع بعض. انا هنا جبت شوية ردة، وبقفل السمكة كده كويس يا بنات، وبرش كده الردة عليها بالشكل ده من كل جنب. ما تقلقوش خالص، ما فيش ردة بتنزل في الحشو بتاع السمك. انتوا رش عليه من الجنب ده والجنب ده وما تقلقيش خالص. بعد كده رشيت رشة كده من الزيت. اهم حاجة ادهني الصاج بتاعك بالزيت، والوش كده رشيت عليه رشة صغيرة جدا. عايزة اقول لكم السمك المكريل بينزل سمنة، يعني انا كنت حاطه له رشه صغيره كده من الزيت، كان سايح ونايح كده في الفرن ومنزل الايدام بتاعه. ولعت الفرن كده من الجناب بالشكل ده، ومولعه الفرن من تحت. اهم حاجه دخلي السمك بتاعك على فرن يكون حامي، وتشويه في فرن البوتاجاز مفيش اي مشكله خالص. ولعي الفرن من فوق ومن تحت. طيب لو ما عندكيش الشوايه بتولع مع الفرن من تحت، ولعي الفرن كده من تحت لحد ما يستوي معاكي، وبعد كده ولعي الشواية ياخد وش بس من فوق. واول السمك يا بنات ما استوى معايا رشيت عليه بقى الخلطة اللي احنا كنا سايبينها على جنب. انا برش عليه الخلطة وبحطه كده في الفرن لمدة دقيقتين بس، مش اكتر من كده. ويا سلام بقى لو كنتوا مكانه شامين الريحة طالعة قلب الشارع. وهنا بقى عاملة طبق سلطة، رشيت عليه رشة كده من الملح انا بحطه اخر حاجة على السلطة، عشان السلطة يا بنات ما تتبلش معاكي. وهنا الجمبري كان استوى معايا كده وزي العسل. ولو كان سمك بس لوحده كده وطبق سلطة نعمة وفضل من ربنا. بس انا بصراحة عشان الجمبري كان عندي في الفريزر قلت نعمله. مش لازم يعني ان احنا نروح نجيب جمبري ب300 جنيه، يعني على قد لحافك مد رجليك، دلوقتي كل حاجة بقى ده غالية. غرفت الشوربة، كنت عاملة كده طبقين شوربة كده حلوين، مش قادرة اقول لكم بقى على ريحة الشوربة. وغرفت الرز يا بنات، الرز كده مفرفر وزي العسل. البنات بقى كانوا خلصوا الدروس بتاعتهم، وفي الوقت ده اول ما جم من الدروس قلت يلا نغرف لهم الغدا. وكده الغدا بتاعنا كان خلاص، اتغدينا. تعالوا بقى اتفضلوا معانا، تعالوا بقى نقطع كده سمكة مع بعض، وتعالوا شوفوا الجمال. بصوا يا بنات، لحم السمك ابيض كده زي الشمعة وجميل. اهم حاجة لما تروحي تجيبي سمك ماكريل قولي له انا عايزة السمكة الاصلية، لان السمكة اللي هي مش اصلية بتبقى لحمها اسمر كده وما بتكونش حلوة خالص. لما تروحي تجيبي السمك ده قولي له انا عايزة البلاميطة الاصلية، بتبقى بيضة كده زي الشمعة ولحمها كده ماسك نفسه زي العسل. بعد ما اتغدينا بقى لميت المواعين غسلتها. انا ما كانش فاضل معايا مواعين هنا غير حلة الرز، حلة الجمبري، الصينية اللي انا شوية فيها السمك.
لميت المواعين كده كلها غسلتها. انا بصراحة ما بحبش اركن المواعين، اول كده ما بقوم من على الاكل بقوم يا بنات على المواعين على طول. وهنا خلصنا المواعين بتاعتنا، رشيت رشة كده من الصابون ورشة من الخل، وبعد كده دعكت الرخامة. مسكتها كده غسلتها كده بالمية كده والصابون وخليتها زي الشمع. والباسكت فضيته وحطيته في الحوض عشان نغسله. انا بصراحة بحب كده اول ما بقوم من على الاكل بحب اقوم على المواعين على طول، بقوم اغسلها كده وبنضف المطبخ، اهم حاجة عندي المطبخ. وكده يا بنات خلصنا الرخامة، والرخامة بقت معايا زي الشمعة. رشيت بقى رشة كده من المعطر. المعطر ده انا كنت جايبة ازازة فريدة، وبحط كده غطيين منها في البخاخة وبملى عليها مية، برش بيها بقى الرخامة، برش كده في الحمام بريحة الخوخ، ريحتها حلوة قوي قوي. وهنا المواعين كانت مغسولة معايا كده والدنيا زي الفل. والصاج بقى يا بنات اول ما بغسله بولع عليه عين البوتاجاز وبسيبه لحد ما ينشف خالص، لان الصاج ده انا بشوي فيه السمك، بحمر فيه بط، بحمر فيه فراخ، فلازم نشيله يكون ناشف. تحطيه كده، جربي كده الصاج اللي انت بتحمري فيه السمك او الفراخ او اللحمة، بعد ما تغسليه سخنيه كده على البوتاجاز لحد ما ينشف معاكي، هتلاقيه كده بيلمع كده وداير وزي الفل. ولمعت البوتاجاز وكده يا بنات المطبخ بقى معايا متشطب وزي الفل. يا ريت يا بنات ما تنسونيش في لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.